الصحافة الجزائرية تهاجم بشدة المنتخب والمدرب حليل وزيتش بعد النتائج المخيبة للأمال في الكوب دافريك. اتصلنا بأحد المشجعين ونشوف شنو تعليقه حول هذا الموضوع. 1 2 3 وفيفا الجيري، وكل ما نسمع حاي شوك لحمي. 1 2 3 وفيفا الجيري، وكل ما نسمع حاي شوك لحمي. يا خويا واش من صحافة هذه يا خويا اللي تتكلم عليها؟ راني نحكي على الصحافة المكتوبة في مجال الرياضة وخاصة المتواجدة في جنوب أفريقيا. ايه قول لي الصحافة المنكوبة يا خويا، هذا منين تميل الريح يميلوا معها. لروا فيف لروا ايمور، وهذا من البارح كانوا يزمروا ويطبلوا لحليل وزيتش، واليوم هازين سيوفهم عليه. هاو احنا خويا ديما 1 2 3 وفيفا الجيري، ومع الخضرة خاسرة ومعها ولا رابحة، ويعني الخضرة حبيبتي غير ديري حالة والباقي عليا، وخضرة حبيبتي غير ديري حالة والباقي عليا. وتدخل الصحفيين في قضايا المنتخب متأثرش على الفريق وعلى الطاقم الكل؟ يا خويا رانا والف لهم هذا، داروها مع كرمالي ربي يجيب له الشفاء، وداروها مع ماجر، وعاودوها مع الجنرال سعدان، ولات نورمال عندنا خويا حسن، والربحة ان شاء الله. وعيش تشوف عيش تسمع، وديما 1 2 3 وفيفا الجيري. نجموش نعرفوا شنو السبب هذا اللي خلى الصحفيين يعملوا حملة شرسة على الفريق؟ يا خويا انا نقول لك الحكايه وما فيها هذم، يحوس على الليكس، يرقدوا ياكلوا مع الفريق الوطني ويدوا تريكوات لحبابهم، وزيد ما وكلش خالص على الدوله، ماذا بهم يقعدوا اللفه اخويا. والله يظهر لي كان يرجعوا الصحفيين ويبدلوهم مشجعي الحراش ولا لي زانديان ولا شناوة، كانوا نجموا يطلعوا المورال.